10 سنين ونحن عم نخبر قسد ثوب العيري ما بدفي. بالاخير توماس باراك بيعلن نهايه مهمه قسد في سوريا. هذا يعني ما ضل دوله توقف معكم. لوين راح توصلوا؟ اليوم اعلنوا عن النفير العام للمره الثالثه، لانه اول مره ما حدا انتبه. عمين عم تعلن النفير العام؟ هل هو قتال بين طائفي وطائفي او بين قوميات؟ ما بغيركم عم تقلبها الطائفيه. لو بده ينقلب الموضوع طائفي كان على اول اثنين هودي اليوم عم بيقولوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان الا الله وزم عبدي رسول الله. الله اكبر. وجلال رسول الله، استغفر الله العظيم. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. يعني هي بدكم تقلبوها طائفيه باي شكل من الاشكال؟ ما فشرتوا؟ الدوله اللي اليوم عم تستوعب، الدوله اللي اليوم عم توجه رسائل لك، كان من اعلى سلطه في سوريا عم يقول لك حقوق الاكراد محفوظه. بدك تسالهم، اسالهم اهل الاكراد الموجودين بالحسكه وبالقامشلي، اخواننا. اسالوا اهاليكم، اسالوهم بالشيخ مقصود، بالاشرفيه، بالمناطق المحرره حديثا. اسالوهم عن الحمايه اللي صارت عليهم، اسالوهم عن الارزاق اللي كانت مسلوبه من قبل قسد كيف رجعت لهم. ما حرام سنوات من سرقه البترول شارع مثل الخلق ما في شمال شرق سوريا على اساس الاداره الذاتيه؟ هي اداره ذاتيه منيح، العمل منيح لما استلمت سوريا، العمل منيح لما سقط بشار الاسد. كيف كانت لك سوريا؟ العمل كان بتنشف نهر الفرات، ما بيضل صوت مي. يا الله. بكل الاحوال توماس باراك اليوم اعلن عن نهايه مهمتكم في سوريا، ونحن قريبا رح نعلنها من داخل الحسكه ان شاء الله. تحبوا تندمجوا افراد، اهلا وسهلا. تحبوا تخرقوا الاتفاق، ترى الدوله لحد الان مستوعبه. والله لا يفرجيكم الوجه الثاني.